تخيل معايا كده ان ده جسمك وده نظامك الغذائي اللي انت ماشي عليه عشان تحرق دهون. بعد اول يوم هتحس بحاجة ولا حاجة. طب بعد تاني يوم برضو ولا حاجة. طب بعد اسبوع هتحس نفسك شوية خسيت من 3 ل 4 كيلو، ما تفرحش قوي، اغلبهم بيكون مية. طب بعد اسبوعين مقاساتك بدأت تتغير، البنطلون بدأ يوسع عليك، خسرت حوالي 1 كيلو صافي من الدهون. بعد شهر خسرت حوالي من 3 ل 4 كيلو دهون صافي، مقاسات خصرك بدأت تتغير من 3 ل 4 سنتي. كل الناس هتبدأ تقولك هو انت عاملة دايت؟ ما عدا سلفتك هتعمل نفسها مش شايفاكي، كملي انت بطلة. بعد 3 شهور خسرتي حوالي من 9 ل 10 دهون صافي، وخسرتي مقاسات حوالي من 7 ل 9 سنتي. بعد 6 شهور خسرت حوالي 15 كيلو دهون صافي، مقاساتك كلها بدأت تتغير. مش بس كده، ده كمان تحاليلك اتغيرت، السكر التراكمي والكوليسترول، وحماتك مش هتقدر تخبي ان انت خسيتي، ولكن هتقولك انت وشك خاسس كده ليه، كملي انت بطلة. بعد سنة انت بقيت انسان جديد، ومفيش اي حد يقدر يهزمك. عايزين نعيش حياة صحية سليمة.